مستحيل تلاقي حد عملها بالحلاوة دي ولا هتدوقيها في مطعم بالطعامة دي. هنعمل باستا ريد صوص بالفراخ رهيبة، وطريقتها سهلة وبسيطة قوي. يلا بينا. معانا اول حاجة مكعب زبدة كبير حلو كده، اول ما يسيح هننزل عليها ببصلة متقطعة مكعبات بالشكل ده، واول ما تدبل معانا هنزل عليها فلفل اسود. واللي متابعيني عارفين ان الخطوه دي اساسيه معايا، لازم انا احمص الفلفل الاسود واطلع كل اللي عنده مع البصل، بتفرق في الطعم والريحه خالص. بعد كده هنزل عليها بالفراخ متقطعه مكعبات بالشكل ده، وهشوح فيها وبهريها زي ما انت حابه. انا هبهرها بتوم بودره والملح والسبع بهارات، بس مش اكتر من كده. عايزه تضيفي اللي انت عايزاه ضيفيه. هشوحها حبة حلوين مع البهارات، هغطي عليها وهدي عليها النار واسيبها براحتها خالص تنزل كل المية اللي عندها. لازم تسيبيها براحتها قوي، يعني تنزل يعني. بعد كده هضيف عليها معيار كوباية مية سخنة بالشكل ده، وهقلبها شوية، وهنزل عليها بالعنصر الأساسي معانا اللي بيقلب الطعم في حتة تانية خالص، وهو دبس الرمان. معلقة كبيرة وربع من دبس الرمان، واسيبه يغلي مع بعضه حبة حلوين كده، وافصل الفراخ واصفيها كده واسيبها في جنب. والشوربة نفس الكلام احطها في جنب. انا بقى عايزاكي تدوقيها، لا بجد انا عايزاكي تدوقيها، بيبقى طعمها خطير. بعد كده في نفس الطاسة هننزل بمكعبين زبدة حلوين، وهننزل عليهم بورقتين من اللورة، أربعة من الهيل أو الحبهان. وأول ما البهارات تطلع ريحتها هننزل عليها بالبصل متقطع مكعبات، وأول ما تدبل معانا هننزل فلفل أسود مباشر على البصل. بعد ما هقلب حبة حلوين، بعد ما أحط الفلفل الأسود هنزل بطماطماية كبيرة والفلفل. بعد ما هقلب فيهم حبة حلوين قوي، وبعد كده اغطي عليهم وعلى نار هادية اسيبهم بقى يتبلوا لحد ما يبقوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هضيف عليه معلقة كبيرة من الصلصة، واقلب فيهم حبة حلوين قوي 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 قوي، وعلى نار هادية بقى هنزل عليها بالمكرونة واقلبها لحد ما المكرونة كلها تبقى حمرا بالشكل اللي قدامك ده. واقلب فيها حبة حلوين، وما ننساش التوم. وبعد كده هنزل، لو انت مش هتتحكمي في الطريقة دي ان انت تحطي معلقتين كبار من الزبدة، معلقتين ونص من الزبدة حلوين، وعليهم 3 معالق كبار مقلبزين من الدقيق، ده كله على نار هادية. بعد ما هيبقى شكلها عامل زي الذهبي كده، تقومي بقى حط عليها اللبن، معيار كوباية ونص من اللبن، وتقلبي تقلبي 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 تقلبي. بعد كده هتقومي بقى ضايفة عليها الشوربة الخطيرة اللي احنا عاملينها. شوف شكلها حلو ازاي، وطعمها كان يجنن، حلوة قوي. بعد ما هتقلبيها حبة حلوين قوي قوي قوي، هنغطي بقى المكرونة كلها بمية سخنة، ونغطي عليها بقى على نار اعلى من الوسط حاجة بسيطة، وتسيبيها بقى لحد ما تدخل في السوا. وكل شوية تقلبيها هتلاقي الصوص بتاعها شوفي بيبدأ يتقل لحد ما توصلي للشكل ده. هبشر عليها جوز تيب حبة حلوين كده، بينقل الطعم في حتة تانية خالص. بصراحة مكرونة مميزة في طعمها، وحلوة قوي غير اي حاجة كلناها قبل كده. حلوة حلوة حلوة. بعد ما هقلبهم حبة حلوين اسيبها على نار هادية مع نفسها حبة صغيرين، هفتح عليها بقى وبيبقى ده شكلها خطير. طعمها وريحتها كانوا بجد حلوين قوي 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 قوي. لا وما سكتش لحد كده، انا ضفت عليها بقى جبنة موزاريلا رهيبة، وقلبتها كان فيها بقى مطة كده. حلوة 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 حلوة. بصراحة مكرونة كانت اختراع. حلوة حلوة حلوة، هتعجبكم قوي، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. انا قربتها على الكاميرا من كتر ما هي كانت خطيرة، اوريها لكم عن قرب كده. ولا مطة الجبنة بقى رهيبة. هرصها بقى كده في الحاجة بايركس، وهضيف عليها الفراخ من فوق بالشكل ده، وهضيف عليها جبنة برضو من فوق وتحت الشواية، بس الجبنة تسيح شكلها بس لوحده يجوع. انا فضلت اصور فيها من كتر ما هي حلوة حلاوة. ندوق بقى ونشوف المطة بتاعتنا كده بقطعة فراخ رهيبة. ولا بقى لما تاخدي المكرونة بقى وتشد الشدة الجامدة دي، جامدة. جربيها وبألف هنا على قلبك، أنا متأكدة إن هي هتعجبك أوي.